توقع ماتش المغرب بكره قدام اسبانيا. شوفوا، انا مش متفائل بعد خساره مصر واداء مصر قدام اليابان. انا متشائم وبقولها لك اهو من دلوقتي قبل ما تلعب اسبانيا. انا مش متفائل، والمنطق والطبيعي هو ممكن بكره اللي يحصل، الا بقى اخواتنا المغاربه كسبوا المنطق والطبيعي والتوقع وكسبوا اسبانيا وفاجئونا. لا احنا ساعتها بقى لازم كلنا نبقى مغاربه في كاس العالم بصراحه. ولكن يعني مش كل مره تسلم الجره زي ما بيقولوا، ولكن يعني عندنا برضو امل في حته ان المغرب بتفاجئنا كده وممكن يعني تعمل لك حاجه عكسيه كده، خصوصا ان الكره بتحب المغاربه وكلنا عارفين. النهارده شفنا النحس المصري اللي هو مستمر في كاس العالم قدام اليابان، وشفنا مصر النهارده. احنا اتكشفنا النهارده، احنا تعرينا يا رجاله بصراحه، لان احنا يبقى دخل فينا هدفين وبعد الهدفين بندافع تغييرات دفاع عشان ما يجيش الثالث والرابع. لا ده كده يعني. نرجع للمغرب. طيب توقعي بكره للماتش، انا يا جماعه همشي ورا المنطق. يعني التوقع بطلت توقعات، احساس بطلت، تمني مفيش. فانا بكره همشي على المنطق والطبيعي. اسبانيا يا جماعه، اسبانيا اللي جايه تاخد كاس العالم، والمنتخب المغربي ما معاش بتوع اوروبا دول، اللي الغلابه اللي هم غلبوا من جنوب افريقيا. يعني ممكن نلاقي اسبانيا زي مصر. يعني اتوقع ايه؟ انا قلت لك بعد ماتش مصر متشائم صراحه. اتوقع بكره، بلاش توقع، ولكن المنطق يقول ان اسبانيا بكره تكسب. انا مش هكذب عليك، وانا ما بحبش الكذب وما احبش ان انا اضحك على الناس. انا اللي انا شايفه بقوله. انت هتزعل مني، تزعل مني ليه؟ انا لابس مغربي وانا بشجع المغرب. ولكن المنطق، المنطق بيقول اسبانيا بكره تكسب. فلو تعادلتوا بكره حلو. انا امبارح قلت ايه؟ قلت اتمنى مصر تتعادل حتى وتطلع بنقطه. طلعنا احنا جات لنا نقطتين، ولولا كمان المدرب فهم اللعبه وقال لك لو فتحت عشان اجيب هدف هتبقى النتيجه ممكن 7-8-1. فلما الدور بدري وقال لك بدل ما المصريين يمسكوني يبعتوا يجيبوني وما كملش البطوله، خلاها 2-0. المهم اخواتنا المغاربه بكره قدام اسبانيا، هل تفوزوا على المنطق والطبيعي والتوقع وكل شيء؟ نتمنى ذلك. ليه؟ عشان افرح. وهو المغرب لو كسبت ده بيغني ديما مغرب ديما مغرب، قلبي بيغني لوحده. المغرب لو جاء فيها جون يا جماعه قلبي ينطر حزنا وقلبي يتألم. فأنا مش عايز أهداف تخش في المغرب، أنا الأهداف تخش في مصر وما تخشش في المغرب. عشان لو هدف دخل في المغرب بزعل يا جماعة، بزعل قوي. شوفكم بكرة بعد الماتش إن شاء الله، رغم إن أنا متشائم. ولكن قولوا لي أنتوا توقعاتكم إيه؟